طيب يعني صلاح، محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر لحد ما يرجع منتخب مصر السابق، لحد ما يرجع منتخب مصر، مش محور الكون. عشان انا زهقت، يعني زهقت من كم الناس اللي عاملاه صلاح محور كون حياتها وكون الكوكب وكون الكائنات الحية اللي عايشة على كوكب الارض والكواكب المجاورة لحد نبتون اللي مشي من المجرة وطلع تاني دخل تاني. ده سؤال بس، عايزين مننا ايه طيب؟ يعني طلع اول مرة واعتذرنا عشان قلنا انه خطأ من اتحاد الكورة وان هو قال يوم فخلى الناس صارت عليه عشان هو ما ينفعش يوم ويسافر ليفربول وهكذا. طلع قالك لا ده مش هو يوم، ده هو ممكن يقعد مش عارف اسبوعين، وكان ساعتها قالوا ماتش. طبعا الناس صارت انه ازاي يخرج وهو ماتش واحد وهيرجع، ليه يروح يتعالج في ليفربول وهو ماتش واحد وهيرجع. طبعا طلع قالك ليفربول قالك لا اسبوعين، هيتعالج اسبوعين، فبالتالي انه خلاص هيسافر ويرجع بتاعه. طلع مصاب فعلا، يعني طلع مصاب والاصابه فعلا طويله مش قصيره لانه ما لعبش مع ليفربول، فاحترمنا كل حاجه عادي خلاص مشي تاني بيس، ما فيش حاجه حصل. عدت يعني هنقول عدت رغم ان هم ما عدوهاش، بس هنقول عدت. بوينت الثانيه، استدعاء محمد صلاح ومكالمه المدير الفني لمنتخب مصر اللي هو المصري حسام حسن او ابراهيم، مش عارف مين كلمهم، هم شبه بعض مش عارف مين اللي كلمهم. المهم يا كابتن صلاح رد. طيب مفيش، تليفون بيرن محدش بيرد محدش بيرن. يروح متصل بيه كابتن اشرف صبحي الزملكاوي اصيل، وده بس ده مش دورنا. المهم اتصل بيه يقول يا عم هتيجي الماتش الدوره الوديه اللي احنا عاملينها دي عشان بس نعرف نسوق البطوله بتاع. قالك لا يا عم انا مصاب ومش جاي. حلو، قلنا مصاب ومن عندهم مباشره ان هو مش هيجي اصلا، فمش هيعمل لنا قلق عادي اهو، مش مشكله ما تجيش يا بابا عادي، انت مش محور الكون بالنسبه لنا، بالنسبه لهم هم ماشي، بالنسبه لنا مش محور الكون. ما تجيش يا محمد صلاح بيست، يعني خليك زي ما انت في ليفربول، تعالج براحتك وروق واشرب كوبايه الشاي بتاعتك والياسمين على نهر لندن الغميق. حلو حلو. يشاء السميع العليم يا عبد الله بعديها ب5 ايام او اقل او اكثر، لا اتذكر الايام ما بينهم يعني قد ايه، يلعب محمد صلاح ويشارك في 10 دقايق مع ليفربول قصاد سيتي. تعدي قلنا 10 دقايق عادي، ماتش كبير او مهم وتقيل وتحديد دوري وكل حاجه، بس عادي 10 دقايق ولا ربع ساعه. بعدها بيومين يلعب مع ليفربول ماتش كامل، 2 اسيست وجون. طب يعني سنت نورمال؟ لا طبعا مش طبيعي. الراجل مصاب وقلت هتقعد شهر، انا مش بقدر ان هو مصاب عادي يعني مصاب. لما مش اشتغلنيش قلت لي يقعد شهر وتلعب وتقول لي بجهزه. بتجهز مين؟ ده ماتش كامل. طلع في الدقيقه 77 لعب 77 ماتش، 2 اسيست، مش اللي هو حتى كان ظاهر كده على خفيف، 2 اسيست وهدف. لا ما تشتغلناش يا جماعه، مش عايز تيجي المنتخب خلاص اطلع صرح ان انت مش عايز تيجي. ايه الناس كده كارهينك، المعظم كارهينك، فمش هتفرق معاك ان الناس الباقي يكرهك. انت محور كون، يعني مثلا نقول ايه 2 مليون من الكوكب وبيدافعوا عنك باستماتة وكانهم ابوك، كانك ابوهم. مش عارف ليه تقريبا، هو لو ابوهم اللي بيعمل كده ممكن ما يدافعوش عنه ويهاجموه عادي، انما محمد صلاح لا يمس. انا مش عارف دي لجان ولا لا، انا مش هتكلم ان دي لجان، انا ما يخصنيش وما اعرفهمش، بس بلاش استماتة. طب خلصنا من كل ده، الجديده بقى طلع الموضوع الاولاني خالص فاكرينه بتاع محمد صلاح لما كان في المنتخب في افريقيا وقال لك هيسافر عشان يتعالج في ليفربول. الناس قال لك لا هيتعالج في بلد، يعني ما بين ما يتعالج، لا يتعالج في مصر، يتعالج في ليفربول، يتعالج في مكانه مع الجهاز الطبي بتاع المنتخب في مكانه. المهم ما خلصناش من الوش ده، يجي له واحد فزلوك يعني انا مش يعني انا خلاص يعني الواحد ده جاب جاز. لما صاب محمد صلاح مع المنتخب قلت حسام حسن، قلت يا حسام كان يجب ان يتعالج عن طريق حسام حسن، يعني قال انه المفروض يتعالج مع منتخب مصر ساعه ما اصابه صلاح. فهو بيعلق يعني انه اهو يشاء السميع العليم ان حسين الشحات اتصاب فيروح يتعالج في النادي الاهلي. قلت ايه بقى يا لهوي، هما الناس مش عندها كونكتد، مش عندها تواصل كده مع عقلهم ومخهم بالمعلومات، يعني مش بيعرفوا يبنطوا المعلومات، هم بياخدوا المعلومه اللي هم عايزينها ويبنوا عليها اللي هم عايزينه من قصص وروايات وحكايات واساطير بس.
طب هو باختصار كده محمد صلاح لما اتصاب مع منتخب مصر في افريقيا اتقال اللي هو قال لنا احنا مش عارفين لو احنا دكاتره ولا احنا كنا معاهم ولا احنا اللي كشفنا عليه ده ولا احنا اللي طلعنا اعلنا هو اتصاب ايه وبكام وراجع امتى ومش جاي ولا مش جاي. اتقال انه ماتش واحد وهيرجع المنتخب تاني، هيرجع بعد الاصابه شد خفيف او شد وهيرجع بعد ماتش واحد من البطوله، يعني هيلعب اللي هي كان ماتش الاخر ماتش في المجموعات وهيرجع المفروض على الدور الثمانيه. حلو، احنا مش احنا اللي قلنا، هم اللي قالوا، رجعوا قالوا لا ده هيروح يتعالج في ليفربول عشان علاجته وقت شهر تقريبا وممكن يرجع بس على النهائي او اسبوعين وممكن يرجع على النهائي، مش يلعب معانا الماتشات دي كلها ويرجع من ليفربول عشان يتاهل بشكل اسرع عشان يرجع مع منتخب مصر في النهائي لو منتخب مصر تاهل. حلو، انتقدنا ان هو كان اداؤه وحش، انتقدنا ان هو هيروح يتعالج بره في حال ان هو كان ماتش واحد اللي هيغيبه، ليه يتعالج ماتش واحد بس ويرجع من ليفربول يسافر ويجي؟ انت كده بتجهده زياده، انت مش عارف. المهم خلصنا من القصه دي. طب ايه علاقه ده بقى كل القصه دي بالتصريحات اللي طلعت وقتها انه يوم واحد او ماتش واحد سوري بان حسين الشحات اتصاب اصابه هتقعده شهر تقريبا او 3 اسابيع مش متذكر باللي حصل ده. دوره كلها حصتها من 18 ليوم 26 انا مش عارف 26، يعني مش مكمل 10 ايام. الراجل اتصاب اسبوعين، هيقعد معاك يعمل ايه؟ ده هو المفروض هيتعالج بعد ما يرجع من، يعني هو كنت سبته معاك هو هيرجع يتعالج والبطوله في مصر، يعني هو الراجل رجع النادي الاهلي في مصر والبطوله بقام في مصر مش في الامارات حتى، يعني مش هقول لك رجعته من الامارات على مصر، انت يعني تقريبا هو خد ميكروباص من على اول الشارع نزله النادي الاهلي. لو عايزه ممكن ترجعه عادي يا حبيبي، يعني ما سافرش، هو احنا كلنا في مصر هنا، لم يغادر احد ارض الوطن باذن الله، كلنا في مصر، الشحات في مصر وانا في مصر وهم في مصر وكلنا في مصر، محدش خرج عشان محدش يسافر يتعالج على النادي الاهلي، يعني هو راح بيته يتعالج، ما راحش النادي الاهلي. لو عايز تجيبه بالتليفون هتجيب تاكسي اوبر، تتصل باوبر هيجيبوا لك لحد المعسكر العاصمه الاداريه لبيته، تقريبا ما كملش ساعتين، مش سفر بعربيه، بكارو، تتصل بكارو يودوا لك العاصمه الاداريه مطرح المعسكر والبطوله اللي هتقام هناك. حسب الله ونعم الوكيل.